طيب بالدليل في الفيديو ده ان النسخة دي مش هتهنج اي فيروس حتى لو جه من المريخ. بص، ولا تقول لي فيروسات ولا تقول لي شتات ولا تقول لي ضغط. النسخة هتنهي مجالك. النسخة متعدلة على واتساب الذهبي، يعني تثبت جنب اي نسخة. فتابع الفيديو، انا بقول لك لو فيروس من المريخ مش هيعمل فيها حاجة. تابع الفيديو بقى يا اسطى. طب يا حبيب قلبي، فيديو جديد ونسخة واتساب جديدة، حاجة بص هتنهي مجالك. بقول لك لو فيروس جه من المريخ النسخة دي هتقف قصاده. تمام. طيب يا اسطى، عايزك كده لايك واشتراك عشان احنا بص الفيديو ده تعبانين فيه جامد، يعني تعبنا فيه جامد يعني. تمام. اي يكون بقى الفيديو ينزل امتى، بس الفيديو ده تعبنا فيه جامد والله. تمام. فعايز يا اسطى تقدير منك ولايك واشتراك، عشان اقسم بالله انت ما حدش بيشوف التعب اللي بنشوفه في الفيديوهات. وبس كده، مش عايز ارغي كتير. اهم حاجه بس يا اسطى يعني تابع الفيديو لحد الاخر عشان تفهم، لان في حاجات في النسخه هقول لك عليها لازم تشغلها. تمام. الحاجات دي لو ما شغلتهاش النسخة مش هتظبط معاك. تابع الفيديو عشان ايه؟ تعرف كل حاجة بتشتغل ازاي ومكانها ازاي. بس كده يا اسطى، مفيش باسورد ولا اي حاجة، النسخة تمام معاك. تابع الفيديو بقى. تمام. طيب هنبدأ كده نخش على النسخة. تفتح معانا باللون البنفسجي كده. تمام. اعلمك ازاي برضه تغير الالوان دي دلوقتي. المهم تفتح معانا كده بالشكل الرايق ده كده يا اسطى. تمام. طيب لو دوسنا على الزائد دي وجينا، عندك اول حاجة اسطى الخصوصية. تمام. ثانية بس اوريك حاجة. ده كده الشات من جوه يا اسطى. ده يكون الشات من جوه. تمام. وده هيكون التذكار. شايف كده الرسائل بتوصل في ثانية، ما بتكملش حاجة. انت فاهم؟ هي بتوصل لأيه، انا بتحرك في قلب الشات. تمام. المهم هنخلع من ده كده دلوقتي. وبعد كده يا اسطى عندك فوق هنا اضافة اكتر من حساب، وضع الطيران، الوضع الليلي والوضع الفاتح، البحث لو عايز تبحث على حاجة. تمام. علامة القمر لو عايز تنزل ستوري، والتلات نقط الاعدادات. لو دوسنا على سيتنج تمام هنخش هنا يا اسطى وننزل تحت. ثانية راحت فين اهي. المساعدة والابوات، مبني على اخر اصدار يا اسطى. تمام. طيب لو جينا هنا يا اسطى، عندك هنا المجموعات من الوعدية والستوري الوعدية والكلات الوعدية. تمام. زي ما انت شايف كده. ولو نزلت ستوري بينزل طلقة. تمام. طيب لو دوسنا على زي كده ودوسنا على علامة بتاع المسح دي، هنيجي هنا عندك يا اسطى. تمام. عندك الخصوصية والقفل. طب يا اسطى عندك ده أول حاجة، حاجات بتاع فيروس. بيقولك تنبيه هام: عزيزي المستخدم، إذا واجهت مشكلة في تأخير الرسائل واستقبال الرسائل، كل ما عليك هو الضغط على زر اختيار إعادة ضبط مصنع. نزلنا تحت كده. راح فين ضبط مصنع؟ ثانية بس يا اسطى. تمام اهو. هو ده يا اسطى. تمام. بتدوس بيعمل لك ضبط مصنع مش للنسخة، للإعدادات بس. تمام. طيب عندك هنا قناة اليوتيوب بتاع المطور، وعندك هنا يا اسطى ده برضه زرار الفيروس. تمام. عندك هنا بقى التقييد، كل ده زرار منع الفيروس يا اسطى. تمام. بص انا عارف ان في ناس كتير مش هتفهم، بس زرار عشان انت تستخدم نسخة جامدة معاك لازم أن تكون زرار كلها أجنبية. تمام. عشان بص ما نقعدش بقى نضحك على بعضينا، لأن النسخ كلها العربية دلوقتي بص أصلا هي واخدة متعدلة، فلما بتعدل عليها النسخة بتاعها. تمام. فأنت عشان تستخدم النسخة وما تهنكش من أي حاجة لازم تكون كلها زراير أجنبية وكده. المهم عندك دي الزرار اهي. طيب أنا هقول لك على حاجة واحدة: النسخة لو تستخدمها كده عادي ما تفعلش أي حاجة من ده كله. إنما لو أنت هتستخدمها استخدام شخصي وبتاع فيروسات وكلام من ده، فعل الزرار دي بس لما حد يرمي عليك او انت ترمي على حد. تمام. يبقى عندك دي بتاع الزراير اهي، وعندك اللي تحت برضه نفس نظام زراير. يبقى كده قسمين زراير. عندك اخفاء اخر ظهور وتجاوز مشاهدة الستوري ومنع حذف الرسائل وتوقف إشارة محولة ومنع استطاعة الاتصال بيه والخصوصية وعدم ضغط الخصوصية. وعندك إخفاء مشاهدة الستيت ومنع حذف الحالات وإظهار صحة الزرق بعد الرد، وجهة الاتصال من المجموعات والرسائل وقفل الواتساب بباسورد، تغيير الباسورد وتغيير النمط والحاجات دي كلها مما آخر بقى. تمام. طيب عندنا بقى التحديثات: البحث عن تحديثات، سجل التغييرات، تحميل النسخة. ننزل تحت كمان. عندك هنا الإشعارات ملناش دعوة بيها، لو أنت عايز برضه دعك فيها دعك، اللي هو نسختك يابا متشغلش بالك أو حاجة. عندك السمات. تمام. لو عايز تحمل سمات من هنا متجر السمات شغال معاك عادي. تطبيق سيم، حفظ سيم، مساعد سيم وعدد الضبط. مؤثرات. تمام. هنا المؤثر بتاع الشاشة. بص بقى يا اسطى، هنا لو دوسنا على مكعب دي ورجعنا كده. تمام. شايف كده الشكل اتغير بتاع السيري جي. تمام. بقى جامد. طيب نيجي تاني. راحت فين عندك مؤثرات تمرير، الحلزون مثلا
ونرجع كده زي ما انت شايف كده يا اسطى، هو قصده على دي. شايف الشتات بتلف ازاي؟ بس الحاجات دي لو تليفونك تعبان زي حالاتي كده ما تفعلهاش، تمام؟ يعني فعل دي بس اللي هي دي، انما بتاع تحريك الشتات دي لو عندك شتات كتير بص يقعد عليك على تليفونك لو تليفونك ضعيف، فما تفعلهاش فوقك منها. تمام. مؤثرات تمرير الرسائل دي اللي هو المؤثرات بتاع في المحادثة من جوه لما تيجي تاخد الرسائل كده، تمام. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا الشاشة الرئيسية يا اسطى، عندنا البر العلوي لو عايز تغير في حاجات، وعندنا الأسطر برضه لو عايز تغير في حاجات، بس منصحكش ما تغير في حاجة في الحاجات دي يعني. والزر العام والحالات يا اسطى، تمام. لو زودت لو فعلت الزرار راح فين؟ بص انا متفعل لوحدها اهي، تمام. هي دي رفع الحالة لساعة، تمام، هي متفعلة لوحدها اصلا. المهم نيجي عند شاشة المحادثة برضه عندك كل حاجة اهي. لو عايز تحط صورة بقى جنب لو عايز تحط صورة جنب الشات جنب المسج وكده في قلب الشات، تمام. المهم عندك إعادة خيارات الترجمة، تمام. وعندك إظهار الدردشة السريعة، وعندك إظهار أيقونة جنب الحساب المشرف، والكلام ده كله برضه انت ايه يبقى دور في ثانية كده بس عشان في حاجة هنا مهمة. راحت فين؟ اتأكد قبل أرسال، تمام. الشكل الجديد اللي هو زر المرفق، تمام. وبرضه الحاجات دي أنا فكرت إن في حاجة اسمها توثيق هنا، تمام. عدم توقيف الصوت، لا تسمع الأجهزة الاستشعار القوية. المهم ننزل كده أصلا عندك إعدادات الوسائط، عندك مشاركة الصور بلا حدود، أقصى حد للفيديو 700 ميجا، ورفع الحالة لمدة ساعة، ولو عايز تخفي الصور أو المقاطع الفيديو، تمام. وده لو عايز ترفع الصورة بجودة عالية، تمام. وعندك النسخ الاحتياطي والاستعادة لو انت تركب ملف بسرعة، وعندك ملفات واتساب، تمام. عندك قفل الواتساب عايز تقفل الباسورد، وعندك واتساب عمار. المهم عندك هنا يا اسطى اللغة احنا مخلينها عربي اهي، وعندك خريطة ترجمة، وعندك فقط أكتر من محادثة، وعندك تعطيل الإشعارات وتعطيل الإعدادات الأيقونة، تمام. وتفعيل متصل دائما، وعرض الصورة المتحركة. مش ثانية بس هروح أدور يا اسطى الألوان اهي، تمام. لو جينا هنا بص بقى يا اسطى، اشوف ازاي نغير اللون البنفسجي ده واجيلك تاني لان انا نسيت، تمام. هجيلك تاني بعد ما اغير عشان اعلمك ازاي تغيره. طب بص يا اسطى، انا جيت اغير في الالوان، بوظت النسخه، تمام. فاللي هو ايه انت، ده هنا الستايل الاول، بس هنا كده الستايل الايفون اهو، لو انت عايز تحمل الايموجي بتاع الايفون، تمام. زي ما انت شايف كده. فانا عندي ليك حل، هتيجي كده تنزل تحت، هتلاقي حاجه اسمها سمات عمار، تمام. هتدوس عليها، هتدوس تحميل سمات، هتلاقي متجر سمات، هتلاقي متجر سمات فيه 4232 سيم، تمام. عاجبينك منهم حاجة قشطة، مش عاجبينك هتروح جاي هتخش يا اسطى، انا مثلا هحمل السيم ده، هتروح داخل على اليوتيوب تكتب تحميل سمات، تمام يا اسطى. بعد ما تحمل السمات هتلاقي ايه، السمات بقت معاك، وتضيف السمات. طب هتضيفها ازاي؟ تدوس على التلات نقط وتدوس اضافات عمار، وتدوس على السمات، بعد كده تدوس تطبيق سيم، وتختار السيم من قلب الملفات. خلصانة يا قلب اخوك؟ خلصانة. طيب انا اخترت السيم ده كده زي ما انت شايف، شكله عظمة ووجع اهو، والشات من جوه برضه بيبقى شكله جامد زي ما انت شايف كده. والنسخة يعني بموارد الله جامدة يعني، ما بتعصلكش مع الواحد. بس كده يا اسطى، كنت شرحنا كل حاجة. متنساش بقى يا اسطى اللايك والاشتراك. مع السلامة.